تخيل ان في جزيره لو زرتها هيكون مصيرك الموت. زي ما بقولك كده ما تستغربش، الجزيره دي بيعيش فيها قبيله واحده بس لحد النهارده. ايه حكايه القبيله دي وليه اللي بيزورها بيكون اخر يوم في عمره؟ ما تيجوا نشوف الحكايه في ستوري بالعربي. القبيله اللي عايشه في الجزيره دي قررت تنعزل عن العالم بشكل كامل، لدرجه انهم لسه ما اكتشفوش النار وما يعرفوش الاديان السماويه، وطبعا ما يعرفوش حاجه عن الانترنت او التلفزيون. بسبب غموض الجزيره دي قررت الدوله التابعه ليها وهي الهند حظر الاقتراب منها. جزيره سنتينل الشماليه، او زي ما بيتقال عليها الجزيره الغامضه، بتعتبر واحده من جزر اندمان الهنديه اللي بتقع في خليج البنغال بالقرب من الهند. عمر الجزيره بيتقدر بحوالي 60,000 سنه. بيعيش فيها قبيله بدائيه واحده بس داخل الغابات. عدد افراد القبيله دي مش معروف لحد النهارده، لكن العلماء قدروا يحددوا عددهم ما بين 40 و 500 شخص. بالرغم ان الفرق كبير بين العددين، لكن ده بسبب ان القبيله عندها عنف مرعب لدرجه عقلك البشري ما يتصورهاش. ازاي يعني؟ هشرح لك دلوقتي. القبيله اختارت تنعزل عن العالم الخارجي او الاندماج مع اي حضاره، يعني رافضين التواصل مع كل البشر بشكل نهائي. واي حد يجي على شاطئ الجزيره او يحاول حتى يتواصل معاهم باي شكل من الاشكال بيستقبلوه بالسهام العنيفه، ويا اما بيرجع باصابات خطيره صعب علاجها فبيموت، او ما بيعرفش يرجع تاني، وفي النهايه بيقتلوه باعنف الطرق. حتى طيارات الهليكوبتر ما سلمتش من الاستقبال العنيف ده من سكان القبيله، وما عرفوش يشوفوا ايه اللي بيحصل في الجزيره، فسواء جت الجزيره صدفه او غير صدفه هتموت. طبعا ده صعب على العلماء انهم يعرفوا اصل سكان الجزيره او لغتهم الاصليه. ده حتى العادات والتقاليد مجهوله عندهم، ومش معروف هم بيتبعوا انهي دين، او يمكن ما وصلش عندهم الاديان السماويه اصلا. لكن كل اللي كان معروف عن سكان القبيله 3 جمل بس: العنف الشديد، بيعيشوا على صيد السمك، تجميع النباتات البريه. طب ازاي العالم والناس اكتشفوا جزيره سنتينل وقبيلتها الغريبه اصلا؟ حاول ناس كتيره جدا التواصل مع سكان الجزيره، وحصلت حوادث مأساوية في كل المحاولات دي، ومن هنا اتعرفت الجزيرة وقبيلتها. اكتشاف جزيرة سنتينل لأول مرة كان في القرن ال18 عن طريق السفن التجارية الهولندية والنمساوية والبريطانية، واللي كانوا في رحلة بحث عن أفضل الطرق التجارية اللي بتوصل لشبه القارة الآسيوية. وبالتحديد في عام 1771 كانت سفينة تابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية أول ما رصد علامات الحياة في جزيرة سنتينل، ولاحظوا إن في ناس بتطلع من الغابات. والموضوع ما وقفش لحد هنا. في سنة 1896 هرب سجين هندي لشواطئ جزيرة سنتينل عشان فريق البحث بعد كده يلاقي جثته ويكتشفوا انه مقتول بسهام عنيفة اخترقت جسمه، والسهام دي طبعا جت من سكان القبيلة. حصلت محاولات اتصال تانية بسكان الجزيرة في سنة 1974 و1981 و1990 من قبل مجموعة متنوعة من فرق البحث والدراسات، بما في ذلك سفينة ناشونال جيوغرافيك اللي استقبلوها بسيل من السهام. وفي سنة 2004 بعد كارثة تسونامي اللي ضربت سكان القبيلة وقتها، طيارة هليكوبتر تابعة للبحرية الهندية حاولت توصل للجزيرة لإنقاذ اللي لسه عايش منهم عشان يدوهم معونات غذائية، لكن برضو كانت سهام الجزيرة في انتظارهم والمحاولات كلها فشلت. وفي سنة 1996 أصدرت الحكومة الهندية قانون يحظر التواصل مع الجزيرة تماماً بعد جرائم كتير حصلت. آخر حادثة متعلقة بالجزيرة كانت سنة 2018 لما قتل سكان الجزيرة سائح أمريكي اسمه جون تشاو، وهو مبشر مسيحي وبيحب المغامرات. قرر يأجر صيادين محليين عشان يوصلوه للجزيرة، ولكن بعد وصوله بوقت قليل سكان القبيلة ضربوه بالسهام وقتلوه. وقتها قال الصيادين اللي وصلوه الجزيرة إن سكان القبيلة سحبوا جسمه للشاطئ ودفنوه. خلصت حكاية النهاردة، واستنونا في حكاية جديدة في ستوري بالعربي.